بين الصلب والترائب، وجعل منه زوجه وجعل منه الأبناء والأقارب، وأنعم عليه في الدنيا بالمطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. سبحانك ربي أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد، البحار لا تقر من خشيتك والجبال جامدة من هيبتك، وجرى النسيم بلطفك وتنعم الخلق في رحمتك. الإنس والجن خلقك والجسد والروح عملك، والملائكة الأطهار عبيد لك، والملائكة المتوجون جند لك. آمن بك المؤمن ولم يراه، وجحده الجاحد ووجوده شاهد عليه. يسبح الرعد بحمله ويترنم الطائر بنجمه. سبحانه وتعالى ابتلى عباده المصطفين ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب، وأشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع ليوم الحساب، وأعترف بأن النبي محمد هو لب الألباب، وعلى جميع أصحابه أبي بكر خير الأصحاب، وعن الفاروق عمر الذي إذا ذكر في مجلس الطار، وعلى عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم بدر وصدر الأحزاب. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى، وأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى عنان السماء، وملئت السماء بالنجوم تلمع تشهد على العباد على ما يفعله على ظهر الأرض، يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقوم تكريما لهذه الروح الطاهرة التي سرعان ما صعدت على السماء لتستقر في مقعد صدقة عند مليك مقتدر، وعلى هذا الجسد هو الآن في قبره روضة من رياض الجنة. وهذه طبيعة الحياة، فكلنا ضيوف، ولا بد للضيف مهما طالت إقامته لا بد له أن يرحل يوما من الأيام، ولا بد لكل إنسان يعلم تماما علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين إذا ما دخل المقابر ذاكرا لقراءة الفاتحة للأموات، لا بد أن يأتي عليه يوم حتى يزار وتقرأ له الفاتحة. ولا بد أن يعلم كل إنسان على قيد الحياة أن صلى على جنازة محراب في يوم من الأيام لا بد أن يأتي عليه يوم ويصلى عليه كما صلي على غيره من قبل. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطائنا ولقائنا لنعيش بعض لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة تسمعها الملائكة في عنان السماء قبل أن يسمعها البشر في الأرض، فتتشنف الأذن عند الاستماع إليها، ولها دوي كدوي النحل في الخلية، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. هم فاتحينهم عشان الرصين كانوا بره، الناس اللي هتاخد الرصين في الحته اللي كانت انا عشان اكل السكر وراك اهو. الله يهديك. لا
ألم يروا
الله. صنع
إنما
وما ربك بغافل
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف إنه كان من المفسدين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل
شوف الشغال شوف الشغال
الله عليك. صلى على حضرة النبي. الله والله يا مولانا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن وهم لا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا Oh
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال الحق لموسى عليه السلام: وعزتي وجلالي من لقيني وهو جاحد بأحد سلطت عليه الزبانية يوم القيامة وليس له عندي كتاب يقرأه. من أواخر سورة النمل وأول سورة القصص عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على سماع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم قسطاسين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشكابر أحمد شعيب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وشكر لكل القيادات الشعبية والقيادات التدريبية، السادة القضاة والسادة المستشارين، السادة العلماء الأجلاء، وكل الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. أشكر اسم الأسرة المقام إحدى مخازن الأستاذ سامح أبو عادل بن الطاهر وبنية النصر، وشكر للإعلانات الصوتية والإدارة لصاحبها أولاد العجوز إدارة المهندس نبيل العجوز، وشكر لواجب الضيافة المتنقل الأستاذ أشرف محمد مطهر بالكفر الجديد بسلسلة. إخوة الإيمان والإسلام، ولسورة القصص أن نفتخر على بقية سور القرآن الكريم لأنها السورة الوحيدة التي تبنت ميلاد السيد موسى عليه السلام من ولادته إلى ما حدث بينه وبين بني إسرائيل. وصدق الله إذ يقول: يا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشئ السحابة، كلم موسى في الدجى كلاما بلطف ثم ألهمه الخطاب.
ورد يوسف في بعد بعد وقد انتحب ابوه انتحابا، واختص احمد واصطفاه واعطاه الرساله والكتابه. وسيدنا موسى عليه السلام الذي قال له الحق تبارك وتعالى: يا موسى ارضى بكسرة خبز تشد بها أرض، وارضى بخرقة تواري بها سوءتك، واصبر على المصائب، وفي رواية أخرى على المصيبات، وإذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيدنا موسى عليه السلام المجال يطول في حديثه حتى نعيش في معيته من ولادته بمحافظة الشرقية إلى أن طاف إلى مدينة القاهرة، ثم إلى عين شمس، ثم انتقل السيد موسى إلى مدينة صاد الحجر، ثم انتقل السيد موسى إلى قرية تابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ثم انتقل السيد موسى على جبل الطور لمخاطبة الذات العالية، ثم انتقل السيد موسى إلى مدين في اليمن، وما حدث بينه وبين شعيب بهذا الزواج الغير متفق عليه، ولم يكن على استعداد لهذا الأمر. ومن حسن الطالع أن كريم الأنبياء يضع يده في يد خطيب الأنبياء، تجتمع الفصاحة والبلاغة والبيان. السيد موسى الكريم وسيدنا شعيب هو خطيب الأنبياء، أجمل ما تلتقي الفصاحة بالبلاغة الكريم مع الخطيب. ومع ذلك كله يبدأ سيدنا موسى عليه السلام في حواره وفي زواجه من إحدى بنات شعيب عليه السلام. والسيد موسى عليه السلام حينما سئل وهو على جبل الطور وقالوا له: كيف علمت أن الذي يخاطبك هو الله؟ فيرد عليهم قائلا: لو كان الذي يناجيني بشر أو ملك لسمعت صوته من جهة واحدة، أما الذي يناجيه وهو الذات العالية بدليل أنني استمعت إلى صوته في الجهات الأربع ومن فوق. وهذا بيان قاطع. وسيدنا موسى عليه السلام حينما عرج بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وعاد الحبيب إليه وقال له: يا محمد ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. كان الهدف الأساسي، وهذا تفسير أهل الباطن، أن السيد موسى عليه السلام حينما طلب من ربي الرؤيا قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكأن لسان الحال يقول: يا موسى أنت ليس مؤهلا لرؤيتي، أما المؤهل لرؤيتي فهو حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى. والحكمة من رجوع الحبيب إلى موسى، يقول سيدنا موسى عليه السلام: لما حرم من رؤية الذات العلية رأيت نور الذات العلية في جبين محمد، فأردت أن يرجع محمد مرة ثانية، وكلما ذهب وعاد كلما وجدت نور الذات العلية في جبين حضرة النبي محمد. وسيدنا موسى عليه السلام الذي جاء من مدينة القاهرة وبالتحديد من مدينة عين شمس سيرا على الأقدام، وتآكل خلقه من شدة المشي، وأصيب بالألم وأصيب بالمرض وبالجوع والعطش، وأصبح وحيدا فريدا، فيتضرع إلى ربه تحت الشمس الساطعة ويقول: يا رب، وحيد فريد مريض جائع عطشان. أوحى الله إليه قائلا: يا موسى، إن كنت عطشان أرويتك، وإن كنت جوعان أطعمتك، وإن كنت مريض شفيتك، ولا تقل وحيدا فريدا، فأنا معك في كل زمان ومكان يا موسى. وسيدنا موسى عليه السلام
الذي لما أصيب بألم في بطنه تضرع إلى الذات العالية وقال يا رب مسني الضر، فما كان من الحق إلى أن أوحى للسيد موسى عليه السلام أن اذهب إلى هذه الشجرة وكل من أوراقها. وبالفعل قام سيدنا موسى وذهب إلى الشجرة واقتطف من أوراقها فشفي بأمر الله عز وجل. وبعد أيام قلائل عاد الألم وعاد المرض إلى سيدنا موسى عليه السلام، ومع الأسف الشديد لم يسأل رب العزة تبارك وتعالى، فذهب من تلقاء نفسه وأكل من أوراقها فلم يشفى سيدنا موسى عليه السلام. فقال يا رب أليست هذه الشجرة وهذه الأوراق؟ قال نعم يا موسى. قال وكيف لم أشفى يا رب؟ قال يا موسى في بداية الأمر اعتمدت علي وسألتني فشفيت بأمري، أما في المرة الثانية فقد اعتمدت على أوراق الشجرة، ومن اعتمد على غيري أضل الطريق يا موسى. ويسأل رب العزة قائلا يا رب إن سألك العلماء ماذا تقول لهم؟ قال يا موسى أقول لهم لبيك. قال وإن سألك المجاهدين؟ قال أقول لهم لبيك. وإذا سألك الصائمون؟ قال أقول لهم لبيك. وإذا سألك حجيج بيت الله الحرام؟ قال أقول لهم لبيك. وإذا سألك المذنبون؟ قال يا موسى أقول لهم لبيك لبيك لبيك. قال لما يا رب؟ قال يا موسى العلماء اعتمدوا على علمه والمجاهدون اعتمدوا على جهادهم والصائمون اعتمدوا على صيامهم، اما المذنبون فقد اعتمدوا علي، ومن اعتمد علي فانا له يا موسى. حقا حينما يقول احد الصحابه الاعلام ابي الحواري دخلت على سليمان فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت له لما هذا البكاء؟ فقال كيف لا ابكي واذا ما جن الصلاه واختلط ونصبت الاسره وفرشت الفرش وافترش اهل المحبه اقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم واشرف عليهم الجليل فقال بعين من تلذذ بكلامي واستراح الى ذكري واني مطلع عليهم في خلواتهم اسمع انينهم وارى بكاءهم لما لا تنادي فيهم يا جبريل؟ هل رايتم حبيبا يعذب احبائه؟ فبيح له وعزتي وجلالي اذا كان يوم القيامه لاكشفن لهم عن وجه الكريم فينظرون الي وانظر اليهم، ومن نظر الي ونظرت اليه حرمت على جسده النار يوم القيامه. اخوة الايمان والاسلام، المقام لا يسمح ان نعيش مع سيدنا موسى في زواجه وما حدث بينه وبين الحوار الذي كان يمتثل بالادب والاحترام مع الخضر عليه السلام، وما حدث مع بني اسرائيل في ذبح بقره، وما حدث مع بنات شعيب، وما حدث بالتفصيل، ولكن لحظات قليله حتى يتواصل العطاء وتلتقي الارض مع السماء في معيه واحده. لنعيش بعد برهه من الوقت مع علم من اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، وقار الاذاعه تلفزيون العربي والمقيم من رصاصين الشر مركز الحسينيه في محافظه الشرقيه، فضيله القارئ الشيخ كامل احمد شعيب.